فخ ديون التريليون دولار، خطة الصينية للسيطرة على أفريقيا. بقالنا 500 سنة وتاريخ أفريقيا بتكتبه أوروبا. قصة كلها مدافع ونهب، ثروات وإعلام بيغرزها ناس عايشين ورا البحر. بس في القرن 21 الأعلام دي اتغيرت. المرة دي مفيش مدافع. لو نزلت في أثيوبيا النهاردة هتنزل في مطار على أعلى مستوى بنته الصين، هتمشي على طريق سريع بنته الصين، هتشوف استاد كورة بنته الصين. ولو بصيت في دفتر ديون الحكومة هتلاقي إن هما بايعين مستقبلهم للصين. في الوقت اللي أمريكا كانت مشغولة فيه بحروب الشرق الأوسط، بكين كانت مشغولة بتمضي شيكات في أفريقيا. هما بيسموها كلنا كسبانين، والغرب بيسميها فخ الديون. بس الحقيقة أبسط من كده بكتير. دي أكبر عملية سيطرة جيوسياسية في التاريخ. الصين مش بس اشترت حلفاء، دي اشترت قارة بحالها. أهلا بيكم في ظلال إمبراطورية الحزام والطريق. ده أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية. الصين بتصرف أكتر من تريليون دولار عشان تخلي كل طرق التجارة في العالم تبدأ وتنتهي في بكين. وأفريقيا هي الجوكر. ليه أفريقيا؟ عشان فيها اللي الصين محتاجاه: موارد. الصين هي مصنع العالم، والمصنع ده عايز بترول، زيت، نحاس، كوبالت، حديد، والصين عايزاهم. فالموضوع سهل. عايزين سكة حديد هنعملها، عايزين مبنى برلمان هنعمله وببلاش كمان. وده اللي كان بيتقال في الأول. الصين ميزتها السرعة، ما بتسألش عن حقوق إنسان ولا بتعرف ديمقراطية زي البنك الدولي. هي عايزة حاجة واحدة بس: الضمانات. في مصطلح ظهر اسمه نموذج أنجولا: خد بنية تحتية وهات بترول. وده يدخلنا في أخطر حتة في اللعبة. نموذج أنجولا ده نظام مقايضة مودرن. يعني إيه؟ لما أنجولا اتدمرت في الحرب ما كانش معاها كاش، فالصين قالت لها ولا يهمك، هنبني المدن وادفعي لي بالبترول. بس الحسبة كانت متظبطة في مصلحة طرف واحد. الصين غلت سعر المشاريع اللي بتبنيها وخدت بترول بسعر رخيص. يعني من الآخر أنجولا رهنت بترولها لعشرات السنين قدام، ونفس الفيلم اتكرر في غينيا والكونغو وزامبي. طيب دي مكنة لشفط الموارد. يعني إيه؟ يعني بتتعمل كده في شكل مساعدات. الشركات الصينية بتجيب عمال صينيين وبنوك صينيين، وفلوس بتخرج من الصين تلمس الأرض في أفريقيا ثانية واحدة وترجع تاني للصين. الحاجة الوحيدة اللي بتبات في أفريقيا هي الديون. طيب الفخ بيقفل. ايه اللي بيحصل بعد ما الصين بتسلفك؟ مواني، قواعد عسكرية. طيب دي حاجات الصين بتبنيها. طب لما ما بيعرفوش يسددوا، الفخ ده بيقفل على الدولة. بص على سريلانكا، لما ما عرفوش يسددوا قرض المينا الصين ما سامحتهمش. يعني فين فلوسنا؟ دي خدت المينا حق انتفاع 99 سنة. ودلوقتي بص على جيبوتي اللي قاعدة على وش البحر الأحمر ومتحكمة في سكة قناة السويس. الصين ليها ديون هناك بالهبل، والمفاجأة إن بنت هناك أول قاعدة عسكرية ليها بره بلدها. فالحكاية مش بس بيزنس، دي عضلات بحرية. مينا النهاردة، قاعدة عسكرية بكرة. ده بيودينا لفين؟ احنا النهاردة في عصر الكوبالت والسيطرة على التكنولوجيا. بص في موبايلك، بص في عربيتك الكهرباء، دول شغالين ببطاريات فيها مادة الكوبالت. من غيرها مفيش تكنولوجيا ولا في طاقة نظيفة. الكوبالت ده موجود في مكان واحد: جمهورية الكونغو الديمقراطية. دي سعودية العصر الجديد، عصر الكهرباء. والصين دلوقتي حاطة ايديها على 70% من مناجم الكونغو و80% من مصانع تكرير الكوبالت في العالم. الغرب خايف من غاز روسيا وهو نايم على ودنه وناسي ان بقى تحت ضرس الصين في موضوع البطاريات. طيب الصين بتعمل ايه تاني؟ الصين بتتجسس. ازاي؟ الطرق والمناجم دي بقت موضة قديمة. الصين دلوقتي عندها طريقة جديدة للغزو: البيانات. هواوي في أفريقيا بنت 70% من شبكات الفور جي، وكمان بدأت في الفايف جي. الإنترنت في أفريقيا ماشي على أجهزة صينية. في 2018 اكتشفوا إن خوادم مقر الاتحاد الأفريقي اللي الصين بنته كانت بتبعت البيانات لشنغهاي كل يوم الفجر لمدة 5 سنين. يعني الصين كانت بتشوف اللي بيحصل لمدة 5 سنين في مقر الاتحاد الأفريقي اللي هي بنياه كهدية. طبعا الصين بتبيع لأي ديكتاتورية أدوات مراقبة وبتبني سور صيني جديد عظيم، بس المرة دي رقمي في القارة الأفريقية. طب ليه الحكام الأفارقة أو عموما الحكام اللي ممكن يكونوا شوية مستبدين بيوافقوا الصين؟ هم مش عبط، بس هم نفعيين. الغرب لما بيدي قرش بيقعد يتفلسف: اعملوا انتخابات، احترموا حقوق إنسان. إنما الصين كلمتها واحدة: ملناش دعوة بتدير بلدك إزاي، المهم تسدد. ده قانون بكين، تنمية من غير ديمقراطية. وكده الصين ضمنت كتلة تصويتية في الأمم المتحدة تدافع عنها في أي حاجة بتعملها مهما كانت هي إيه. طيب هل بقى شهر العسل ده هيفضل مستمر على طول؟ لأ. دلوقتي الجوازة ابتدت تبوظ. إزاي؟
الناس في الشارع في الدول اللي الصين بتستهدفهم بفخ الديون ده بدأوا يزهقوا، الشكوى واحدة، بيجيبوا عمالهم معاهم، بيعاملونا وحش ومرتباتنا تعبانة، ده غير إن البيئة اتدمرت والسمك اللي بيخلص والمباني اللي بتبوظ بعد ساعتين تلاتة، فابتدوا يلاحظوا. بس في نفس الوقت في حد تاني ابتدى يلاحظ، الغرب فاق بعد ما الفاس وقعت في الراس، أمريكا بدأت تتحرك. بس الغرب المشكلة إن هو عنده روتين مقرف، عشان تاخد قرض من البنك الدولي هتقعد سنين في ورق ودراسات، إنما الصين بسلام عليكم بتمضي لك الشيك. بس الأفارقة دلوقتي بيلعبوا لعبة أحسن شوية، بيلعبوا على الحبلين، يروحوا لأمريكا يقولوا الصين هتبني جسر هتدونا إيه، يروحوا للصين يقولوا أمريكا عرضت صفقة تجارية، هتدفعوا كام. هم مش عايزين يختاروا جنب، هم عايزين مصلحتهم من الاتنين. الخلاصة إن التنين دلوقتي جاله عسر هضم. في قاعدة في التاريخ بتقول إمبراطوريات بتموت من عسر الهضم، يعني بتاكل كتير وبسرعة. والصين دلوقتي بدأت تحس بوجع بطن، دول كتير زي زامبيا وأثيوبيا ما بقتش قادرة تسدد، والسيولة في الصين ما بقتش زي الأول. التنين بقى يظبط الحزام، وده مخلي أفريقيا في موقف صعب، ديون بالكوم ومشاريع لسه ما اكتملتش. في 2050 واحد من كل 4 في العالم هيبقى أفريقي. معركة مش بس على المعادن، دي معركة على مستقبل سوق الشغل في العالم، والصين بدأت اللعبة بدري. والسؤال النهاردة مش هل الصين هتسيطر، السؤال الحقيقي هو هل في حد هيعرف يخرجها؟